السلام عليكم يا اغلى متتبعين. هذا النهار ان شاء الله غندير لكم حميمات بالبصله. الحمام غسلناه مزيان بالخل والحامض ودرت السكنجبير والخل. ها هما غسلتهم مزيان كما تلاحظوا. ان شاء الله غنوريكم كيفاش نطيبوهم. غنحتاجوا البصله نديروها بعدا بسم الله. غنحتاجوا البصله على قياس البصله اللي بغيتو، وغنحطوا هذيك الحميمات هانتوما كما تلاحظوا. راه تيجيو زوينين، وهذا الحمام راه صحي بالنسبه لهذا البرد. هذوك القشاوش ديالو حتى هما حطيتهم. انا تما الثومه وضمط الزعفران. الثومه درت شي 4 الفصوص، وهذاك الضمط ديال الزعفران باش تعطينا داك المذاق ديال الزعفران الحار تيجي زوين. وغندير معلقه ديال السمن الحار هانتوما كما تشوفوا. هاد الحمام راه تيجي زوين. تنديروا البزار، معلقه البزار، ومعلقه سكينجبير كما تلاحظوا. وهذا سميتو الحمام راه شويه تحتاج سكينجبير شويه كتير، وكركم حتى هو. نتمنوا تجربوا هذه الوصفه وديروا لنا ابوني. وهذا الملون الا بغيتو ديروه، ما بغيتوش ما ديروش، حيت كاين اللي ما تيبغيش يديرو تيقولك ماشي صحي. نديرو شويه ديال الماء بحال اللي تنمرقوه شي شويه، ونردو يغلي مزيان فوق البوطه حتى داك الحمام تيشرب العطريه ديالو كامله. نتوما كما تشوف كما تنقول لكم بان الخل تيشرب العطريه كامله. وديك الساعه نرجعوه. ها هو من بعد ما تشحر مزيان. انا ما تنديرش الزيت في الاول، تنخلي الحمام يبدا يشرب العطريه، حيت الا درتي الزيت ما غيشربش هذيك العطريه اللي درتي. دابا غنمرقوا القياس اللي يمكننا نديرو له ديال الماء، وغنسد عليه حتى يطيب ان شاء الله، وغنوريكم كيفاش. ها هو الدجاج ديالنا، شوف كي جا مدغمر وزوين ولذيذ. هانتوما كما تلاحظوا. هادو هما الحميمات. نتمنى تجربوا هاد الطريقه زعما تعطونا شي كومونتير زوين ولايك وتشجعونا ان شاء الله. عندكم تنسانوا من ابوني. هو فيديو خفيف ظريف دغيا انا صايب لكم الحميمات. نتمنى بصدي ربي تجربوهم ان شاء الله، وتعاودوا لي في لي كومونتير كي جاوكم.